أهلا بيكم. وأولى فقرات صباحك عندنا الحوارية، الحكم بحل الحزب الوطني. فرحة عارمة جاءت بعد الحكم بحل الحزب الوطني. المحكمة الإدارية العليا هي اللي قضت بهذا الحكم. أنا مش عايز أتكلم، أنا عايز أدي الفرصة للمستشار أحمد فضالي، هو أول من رفع دعوة تطالب بحل الحزب الوطني وانضم لها آخرون، ورئيس حزب السلام الديمقراطي. صباح الخير سيادة المستشار وأهلا بيك. أيضا أرحب بضيفي دكتور طارق زيدان، مؤسس ائتلاف مصر الحرة والمنضمين للدعوة التي طالبت بحل الحزب الوطني. أهلا بيك. فرحة كبيرة جدا بحل الحزب الوطني، وكأن أمر وانكسر بلا رجعة. ازاي جت البداية؟ القصة كده سريعا مشيت ازاي؟ يعني هي الحقيقة كانت في بدايات قبل التنحي كان الحديث كله عن الحزب الوطني الديمقراطي. تمام. يعني أنا أعتقد أن وجود الحزب الوطني الديمقراطي أهم من وجود الرئيس أو عدمه، لأن الحزب الوطني الديمقراطي منظومة قاعدة موجودة في مؤسسات الدولة، قاعدة وموجودة في كل شياخة وفي كل قرية وفي كل مدينة وفي كل حي. يمكن أنا بحيي الدكتور طارق زيدان، هذا الرجل اللي قاد منصة التحرير منذ الساعات الأولى، أول من قاد التحرير بثورته بشبابه، لأنه كان له رؤية إن إزاي يعمل نوع من الاستقرار بعد كده، إزاي ينجح، إزاي الثورة تنجح. أصل مش موضوع إن إحنا ممكن نعمل الثورة على فكرة وتسقط رموز كتيرة والدولة شكلها يتغير، لكن يبقى المضمون. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الحزب الوطني الديمقراطي ليه الناس ممكن يبقى عندها حته التباس؟ طب ما هم شالوا القيادات وغيروهم وعينوا رئيس تاني وبيحاولوا ان هم يطهروا والدوله استلمت منهم المقار، ايه الفرق بينه وبين حله؟ لا انا هقول لحضرتك بقى. انا قلت يبقى المضمون. يخافوا دايما من المضمون. المضمون اللي هو لو استمر برنامج وفكر واسلوب الحزب الوطني الديمقراطي، تمام، ما غيرناش كتير في مصر. لو استمر الحزب الوطني الديمقراطي في مساله تسخير أجهزة الأمن وتوجيه الإعلام والتعتيم على القوى السياسية ومحاصرة القوى السياسية واعتقالات وكل اللي ممكن تتخيله، الأسباب دي على فكرة كانت من ضمن الأسباب اللي وردت في حكم الإدارية العليا بحل الحزب الوطني الديمقراطي. قبل الحكم بتاع المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني، اولا حصل كان في شيء من الالتباس. دي دعوه ملهاش صاحب، مش معروف مين صاحبها. في اشخاص اخرين من الشخصيات العامه قالوا ان هم اصحاب الدعوه. فانا سعيد جدا ان احنا معانا المسؤول عن او اول من قام برفع دعوه تطالب بحل الحزب الوطني، المستشار احمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي. انا كنت متخيل ان رئيس حزب السلام الديمقراطي هيكون رجل طاعن في السن، طلع شاب، وده اداني ايحاء. فرحتني والله، فرحتني انا. ده احساس جميل. كان تخوفك. الثوره خلتنا شباب على فكره. كان تخوف يعني انت صغرت بعد الثوره. والدكتور عصام كان تخوفك من ايه سياده المستشار وانت بتطالب برفع الدعوه او انت بترفع الدعوه؟ لا هقول لك حاجه بصراحه، الثوره مش هنتكلم بصراحه، اي رئيس حزب اي مسؤول في مصر كان عنده حته خوف من المجهول اللي ممكن يحصل له لما بيقول رايه بصراحه، لما بيواجه، لما بيعقب. وده حصل لي انا شخصيا. يمكن اكيد بتسمع عن قصه الشبان المسلمين، جمعيات الشبان المسلمين وعزل احمد الفضالي رئيسها على مدار 5 سنوات، قصه طويله من اكبر قياده في الحكومه الدكتور احمد نظيف وعدد من قيادات الحزب الوطني. ومع ذلك ده كله عشان قلت رايي وشكلت حاجه اسمها الحكومه الموازيه، وكان اعلانها هنا في المحور على فكره. تمام. من 5 سنوات اتذكر مظبوط. ومع ذلك ده ما خلانيش ابدا اتراجع عن معارضه الحكومه والوقوف ضدها قدر المستطاع. مش هتقدر تشيل سلاح. يعني تخوفك من المحكمة ولا تخوفك من المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللي هو ما حلش الحزب الوطني من بدايته وترك الأمر كما لو بدا، تركها للمحكمة أو تركها للنظام الجديد هو اللي يفتي؟ لا الحقيقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة هذا المجلس بالتأكيد لو احنا قلنا ان كنا له كل التقدير والاحترام والكلام التقليدي ده هيبقى شوية. المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعني أنا بتمنى ان مصر ما تدارش بمعرفه رئيس بعد كده، تدار بمعرفه مجلس رئاسي. لان شفت فيها نوع من العداله والموضوعيه والحياديه الشديده في اداره البلاد. مفيش قرار بيطلع له غرض، كله هدفه مصر، كله هدفه الشارع، كله هدفه الثوره عايزه ايه. يعني لدرجه الناس دي اللي بتقود التحرير وبيقودوا الشباب كل التركيز من مجلس اعلى القوات المسلحه على ارضاء اهل الثوره. خليني اتنقل على اهل الثوره. دكتور طارق زيدان، مؤسس ائتلاف مصر الحر، اهلا بيك. دكتور، ازاي بتنظر للحكم بحل الحزب الوطني؟ والله احنا يعني حل الحزب الوطني دوت، انا كنت في المحكمه يعني حسيت يعني نفس شعور فرحه يوم التنحي. كنت متوقع؟ والله انا كنت قلقان بصراحه. انا حتى انا قبلها بيوم
كنت مع سيد مشاور احمد يعني في مكتبه، كنا وبعدين طلب ان احنا ننضم كائتلافات للدعوه تاني يوم. وكنا متوقعين تاجيل يعني. فلما رحنا المحكمه وفعلا انضمينا كائتلافات الثوره كلها، يعني كان مشينا حلو. وبعد 3 ساعات من انضمامنا رسمي في المحكمه، المحكمه حكمت بالحل. احنا كنا قاعدين طبعا المحكمه عشان الزحمه قالت لنا الاول ان الحكم هيتاجل، يعني بكره هيبقى نطق الحكم. فاحنا مشينا، فجالنا خبر تاني لا ده الحكم هيتقال، فرجعنا تاني. فده عمل لنا شويه قلق. فعشان كده القلق ده خلى الفرحه اكبر بكتير قوي. انت قاعد مستني ان الحكم يطلع مثلا مش في صالحك، ممكن الحكم يطلع مثلا تاجيل او حاجه كده. فلما فوجئنا ان الحكم طلع بحل الحزب الوطني، انا مش عايز اقول لك يعني احنا يعني نسينا ان احنا في محكمه، وما استنيناش نسمع حتى حيثيات الحكم ايه، وانطلقنا في هتافات كبيره جدا وتكبيرات وتهليلات وكانت فرحه كبيره جدا. وانا بهني الشعب المصري دوت، وده تعتبر الحمد لله من انجازات الثوره الكبيره. لان يعني الحزب الوطني الديمقراطي اللي انا بعتبره يعني لا هو وطني ولا هو ديمقراطي، هذا الحزب افسد الحساسيه في مصر. هذا الحزب قياداته سرقت ونهبت هذا الشعب. هذا الحزب مسؤول عن المعاناه الشديده التي عاناها الشعب المصري العظيم خلال 30 عاما او خلال فتره حكمه وخلال وزاراته. وبقول ان هذا الشعب المصري العظيم كان يستحق حياه كريمه، حرمها منه هذا الحزب. ليه بقى؟ احنا كنا نسمع كلام ان البلد بتتنهب وفي سرقه، لكن عمرنا ما تخيلنا يا استاذ شريف ان حجم السرقه بهذه المليارات. مين اللي كان يصدق في مصر؟ ده احنا طلعنا دوله غنيه جدا واحنا مش واخدين بالنا. يعني واخد بالك ازاي؟ فهذه المليارات بقى تفكر لو هذه المليارات كانت وصلت للشعب وكانت استثمرت وصلت لاصحابها الحقيقيين، لكان هيبقى عندنا ناس يعني بتبات من غير عشاء، لكان عندنا ناس هتعيش في القبور، لكان عندنا طلبه اتخرجت وشقيت وتعبت واهلها صرفوا عليها وفي الاخر مش لاقيه شغل. يعني انت هتقعد تشوف المشاكل اللي عاشها الشعب المصري ديت هيتحملها بالكامل الحزب الوطني بقياداته بمسؤوليه. يكفي ان هو حزب كل قياداته النهارده فين؟ خلف الاسوار. كل قيادة يعني هي لم يكن حزبا بل كانت عصابه تحكم هذا البلد الابي. الشعب المصري ما كانش ذليل ولا خانع، الشعب المصري كان صابر. لان النهارده انت ما تقول صابر ساخر، لكنه فاهم جدا وواعي بحاله وبمشكلاته. ايه هي الاجراءات المتبعه بعد حل الحزب الوطني قانونيا؟ من الناحيه القانونيه ايه اللي هيستتبعه ده من اجراءات؟ هو الحقيقه من الناحيه القانونيه اولا حكم المحكمه الاداريه العليا هو حكم نهائي غير قابل للطعن عليه باي طريقه من طرق الطعن. وبالتالي ما ينفعش ان احنا نرجئ اي تنفيذ خاص بهذا الحكم. وهو المفترض في هذا الحكم انه ينفذ بمجرد صدوره. وبالفعل ما يقدرش بعد اعلان الحكم من هذه المحكمه الاداريه العليا الشامخه اللي انا بقول هي ما كانتش محتاجه هذا الحكم عشان تدخل التاريخ. المحكمه الاداريه العليا دائما اللي ما كانتش احكامها بتتنفذ وقت الانتخابات. لا ومع ذلك واهم حاجه يا استاذ شريف، مجلس الدوله ده له في قلب كل مصري مكانه خاصه. سوف يبقى مجلس الدوله الذي كان سندا قبل الثوره وبعد الثوره. يعني في عز ما كان لسه النظام قوي ومتجبر وفي عز ما كان المواطن ضعيف، انا عن نفسي لجأت لمجلس الدوله وفوجئت ان انا اقوى مواطن بمجلس الدوله. لن انسى ان مجلس الدوله المفروض كل بيت كده يعني يحط تذكار يسمى احترام وتوقير هذا المجلس. استاذنكم احنا معانا الفيديو النطق بالحكم ده اللي كنتم حضراتكم موجودين فيه في القاعه، بس علشان المشاهدين يبقوا حاضرين معانا الصوره كانت ازاي. لكن على كل الاحوال هل معنى الحكم ان وعندهم على فكره يمكن عايز اضيف حاجه، يعني قضاة مجلس الدوله عندهم من الصبر والموضوعيه والرقه في التعامل والادب الجم. ويعني بص ممكن تتخيل كل حاجه في قضاة مجلس الدوله. يعني انا مش عايز اقول، انا بشبههم كده الملائكه اللي ربنا خصصهم ليك كمواطن عشان يقتصوا ليك من اقوى نظام مهما كان قويا او متجبرا او حتى متعسفا. بالتأكيد كان في مشكلات كتيرة جدا موجودة زمان. أنا مش عايز أتكلم عن المشكلات اللي كانت موجودة زمان لأن الوقت كمان مش هيسمح لنا لنقاش موضوعي فيها، لكن اللي جاي هيكون إيه؟ هل المقرات دي هتتسلم للدولة؟ هل إيه اللي هيتم مع الأعضاء؟ مسألة الشياخات والوحدات والمراكز الحزبية والمؤسسات دي مصيرها كله هيروح فين؟ يعني احنا النهارده الحقيقه الفضل يرجع برضو
اخواني وزملائي قيادات ثوره التحرير و25 يناير ان هم عملوا فكره مؤتمر صحفي النهارده دعوا فيه الى تجميع القوه بتاعتنا كلها عشان حصر المقرات، لان في مقرات غير مدونه وغير معلومه وقد يتم اخفائها، يعني بيفترض كل حاجه، وبالتالي اخفائها من قبل مين؟ من قبل بعض الاشخاص المسيطرين عليها. امبارح جالي تليفون من اعضاء ائتلاف في مطروح ان المقر بتاع الحزب الوطني بعد الحكم اعضاء الحزب الوطني دخلوا المقرات ونزلوا الكمبيوترات ونزلوا الحاجات، يعني بدأ الاعضاء كمان يعني الناس دي مصممه على سيئه البلد دي لاخر نقطه. كله قال لك هياخد اي حاجه. دي جزئيه خطيره جدا، عشان كده النهارده يعني كانوا موفقين، وانا سعيد بهذا يعني الاسراع بالمؤتمر الصحفي عشان نحدد فيه الخطوات، وهندعو فيه كل القيادات الموجوده معانا، كل واحد بيتولى محافظه، حصر الممتلكات داخل كل المحافظات من خلال كل محافظه. يعني احنا عايزين بالنظام الجديد بقى احنا بقينا من 29 محافظه بقينا 27. تمام. بقينا عندنا 27 شخص، 27 شخص دول هيبقوا مسؤولين امامنا ومتعاونين معانا في وجود حصر بمقرات الحزب الوطني الديمقراطي فيهم، لان خلي بال حضرتك ساعات المركز الواحد بيبقى فيه اكتر من 20 مقر للحزب الوطني. وبعدين في بلاد. طارق عندك اضافه؟ لا بس ما تشددش عجبك الفيديو؟ يعني عفوا سياده المستشار. لا ما كانت فرحه بتعبر. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الفرحه دي هي دي الفرحه اللي طلعنا لقيناها في الشارع المصري. تمام. هو مش كراهيه في الحزب الوطني او لا، هو نهايه عصر، هو شكل بالحكم ده صفحه اتقفلت وهنبدا صفحه ثانيه. هو ده الشكل. هو انا بعتبره لحظه فاصله في تاريخ المصريين. تمام. هذا الحكم لحظه فاصله، فصل بين النظام القديم والنظام الجديد اللي المصريين يعيشوا فيه بحريه. تمام. يعني هو الموضوع يكونوا احزاب وشاركوا في احزاب جديده دون خوف. خلي بالك انا يكفي ان في حزب السلام الديمقراطي لو كنت جيت للدكتور طارق، مش بشخصه، ده راجل ثوري ومحترم وبحب فيه قوته واقدامه، لكن المواطن العادي يقول لك انا دكتور او مهندس او كذا، اخش حزب يبقى معارض عشان تاني يوم يبعتوا يجيبوني في امن الدوله. لا بلاش. ويجي قرايبه لو هو وافق، قرايبه يقولوا له بلاش، مستقبل ولادك مش هيخشوا لا شرطه ولا نيابه ولا. فكان في رعب. دلوقتي الناس بدات تعي تماما ان الاحزاب السياسيه زيها زي الوظائف العامه، زيها زي الخدمات اللي بتقدم للمواطن شرعيه. اعتبروها كمان من اهم الايجابيات في تاريخ او حياه المواطن المصري. النهارده اللي ما يخشش حزب سياسي هيبقى مقصر في حق بلده وفي حق هذه الثوره وفي حق نفسه. ده من وجهه نظرك، وهي وجهه النظر المنطقيه، اخشى ان هي تكون وجهه النظر النخبويه. انا عايز اسالك دكتور طارق زيدان، انت شايف ان الشباب هتتوجه للاحزاب ولا لسه في فجوه بين الشباب وبين دخول الاحزاب؟ لا بالعكس. يعني انا شايف ان بالعكس ان بقى في اهتمام كبير جدا يعني بالحياه السياسيه. بالعكس ده الناس اللي في البيت وربات البيوت بتتابع يعني الاخبار السياسيه اكتر من اول. وشايف ان معظم الشباب هيتوجهوا للحياه السياسيه وهينضموا للاحزاب، وفي احزاب شبابيه كتير جدا وده شيء صحي يعني. وفي احزاب كتير طلعت من ميدان التحرير يعني. وانا برضو من عند حضرتك بقول ان خلاص البلد الحمد لله بقت بلدنا. فلازم كلنا بقى نبني فيها بقى. كلنا نشارك فيها. نشارك فيها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. يعني النهارده حتى برضه الناس المصريين في الخارج يرجعوا بقى البلد. ويرجعوا يحاولوا ان هم يطوروها ويعمروها. عايزين ثوره جديده يا استاذ شريف، ثوره في الانتاج بقى والبناء. عايزين البلد اللي حبيناها دي بقى دلوقتي نضحي بيها بقى ازاي؟ نشتغل بقى ونبني ونعمل استقرار ونخلي البلد ديت والشعب المصري العظيم ده الان بالثوره العظيمه دي كلها، والعالم كله بيحترمه وبيحبه، والعالم كله هيحاول يساعد الشعب المصري ان هو عن حب وتقدير. انا كنت في سفاره اليابان من كام يوم، ولا تتخيل مدى الاعجاب اللي نقله لي سكرتير سفاره عن اعجاب الشعب الياباني. هو شعب متحضر كبير جدا بالشعب المصري. والعالم كله لو رحنا اي بلد في العالم هتقدم لنا اللي احنا عايزينه. فانا بقول عايزين ثوره جديده كبيره لا تقل عن 25 يناير، نطلع حبنا في البلد بقى في الشغل وفي الانتاج، ونحافظ على بلدنا وعلى استقرار بلدنا. والطاقه اللي احنا بنطلعها في المظاهرات بقى ديت نطلعها فين؟ نطلعها في العمل، وان شاء الله مصر هتبقى من احسن البلاد في العالم باذن الله. لو حضراتكم شايفين دلوقتي الفيديو اللي موجود على الشاشه ده حريق الحزب الوطني، المشهد الشهير اللي مصر والعالم كلها اتفرجت عليه. تعتقدوا ان دي كانت بدايه النهايه من وجهه نظركم، من وجهه نظر كمان كتير من الخبراء والمحللين؟ دي بدايه النهايه لتاريخ مش بس 30 سنة، ده من كتير جدا، يمكن من 40 50 سنة
على تغيير اسمائه المختلفه شكل الحزب ده حكم في تاريخ مصر؟ طبعا استاذ شريف، يمكن بالنسبه لهذا المظهر اللي احنا شايفينه او هذه اللقطه اللي فيها حريق للحزب الوطني الديمقراطي، بالتاكيد يعني مجرد عمليه حرق مقرات، احنا ضد هذه العمليه تماما. قيادات الثوره المحترمين بعاد تماما عن مساله حرق، لان حتى واحنا معترضين على سلوك الحزب الوطني ما كانش في روح الثوار الحقيقيين الموجودين بيديروا العمليه، ما كانش عندهم موضوع يعني الاعتداء او اهدار الناحيه الامنيه او حرق المباني بهذا الشكل. لكن ولنعتبر ده جزء من تعبير بعض المواطنين اللي مش عارفين يعبروا بشكل مشروع عن طريقه السخط والغضب على الحزب الوطني الديمقراطي. ولكن يبقى في منتهى الاهميه ان نشير ان هذا الحكم التاريخي اللي صدر بالامس بحل الحزب الوطني الديمقراطي ليس معناه اقصاء كافه اعضاء الحزب الوطني على مستوى الجمهوريه. اعضاء الحزب الوطني على مستوى الجمهوريه فيهم اناس محترمين، فيهم بعض الشخصيات هيكون مصيرهم ايه من وجهه نظرك؟ مصيرهم ان هم من حقهم هيختاروا بقى مقرات جديده حزب جديد، من حقهم يشوفوا الحزب الذي يكون جديرا بفكرهم وانتماءاتهم، من حقهم ينتسبوا الى حزب الثوار ويتعاملوا مع، لكن ما ينفعش يطلعوا باسم الحزب الوطني الجديد مثلا زي ما سمعنا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، دي مساله الدستور والقانون كفل الحريه في انك تنشئ حزب جديد، والاعلان الدستوري كمان اكد هذا المعنى، وتنشئ بالاسم الذي ترتضيه طالما لا يتعارض مع اسم حزب اخر. وبالتالي ما عادش في حاجه اسمها الحزب الوطني الديمقراطي النهارده على فكره، لان الحكم ده جعل الحزب الوطني الديمقراطي منعدما من الامس. حتى قال يمكن نطق الحكم كان جديد على مسامع الحاضرين، انقضاء الحزب الوطني وليس حل. وده معناه ان احنا بنعطي الفرصه لكل ابناء مصر المخلصين الذين لا تدور حولهم شبهات قويه او دلائل تؤكد ضلوعهم في عمليات فساد. بالتاكيد هذا لا يندرج تحته او تحت هذا العنوان بعض الذين دخلوا السجون او بعض الذين اتهموا في جرائم ماليه او جرائم فساد ما لم يحكم عليهم بحكم نهائي بات بالبراءه. بعتقد ان دلوقتي بقى في ثقه كبيره جدا في المجلس الاعلى للقوات المسلحه وايضا في القضاء، مستشار النائب العام والقضاء. مظبوط. وانا عايز يمكن بالمناسبه يا استاذ شريف، وهسيب الفرصه لاخويا الدكتور طارق، انا بناشد كل مواطن مصري الا يحاول ان يشكك في المجلس الاعلى للقضاء او النائب العام. احنا ما عادش قدامنا في مصر في هذه الاونه حتى نعيد المؤسسات الشرعيه والتشريعيه والمدنيه الا المجلس الاعلى للقضاء الذي يحمي مصر بكافه مؤسساتها، والنائب العام الذي يقتص للمصريين النهارده من كتير من رجال الاعمال وكتير من المسؤولين اللي نهبوا اموال مصر وهربوها بره. فلو قعدنا نهاجم دون ان ندري بعض العناصر بتحاول تعبر عن الضغوط المتعرضه لها بدون ما تفكر او تركز، عايز اقول لهم ارجعوا هم الحقيقه بيمارسوا قدر ارجعوا للمتخصصين، ويا ريت احنا عايزين الهدوء اكتر كمان عشان نستعيد الامن في الشارع المصري. الامن في الشارع المصري دي كارثه بتهدد المكتسبات اللي حققوها ابناء مصر وشعب مصر. صحيح. دكتور طارق، حصرتم ممتلكات الحزب الوطني السابق المنحل وتم حصرها في كل المحافظات وفي كل الاقاليم، الخطوه اللي بعد حصرها ايه؟ تسلموها للحكومه ولا تسلموها للدوله؟ يعني ايه الخطوه اللي هتحصل بعد كده؟ والله احنا بنتابع عن طريق اعضاء الائتلافات في كل محافظه. زي ما قلت لك ايه اللي بيحصل في المقرات، عشان لو في اي حاجه زي ما قلت لحضرتك كده محاوله سرقه محاوله نهب، اعضاء الائتلاف بيقفوا قصاد دوت وبيحموا هذه المقرات لغايه لما الوحيد اللي يقدر ياخد الاجراء القانوني في يعني ويصرف اجراءات ساعه المستشار احمد عشان خاطر هو صاحب الدعوه الاصليه. لكن احنا مهمتنا كائتلاف ان احنا الحفاظ عليها وحصرها، نحافظ عليها لغايه لما يعني رسميا يتم تسليمها للدوله. انا كنت عايز بس يعني اقول نقطه يعني اعتبرها مهمه، ان يعني انا يعني بشكر المجلس الاعلى على حاجه مهمه جدا. كان ممكن المجلس الاعلى للقوات المسلحه يصدر قرار بحل وزاره الوطن ببساطه شديده بقوه المرسومات العسكريه. ده كان ذكاء ان هو تركها للقضاء. بالظبط. يعني عندما ترك للقضاء فهو يوصي دوله القانون وبيقول انا بسيب كل حاجه للقضاء ودوله القانون. فانا بشكره مع هذا القرار الحكيم، وبعتبر يعني بمنتهى الامانه يعني ان يعني لم تكن الثوره تحقق هذه الانجازات العظيمه لولا المجلس الاعلى للقوات المسلحه المصريه كانت قلبا وقالبا مع الثوره، قلبا وقالبا مع الثوره. وانا بقول دوت من موقع المطبخ يعني وموقع التعامل مع كبار القيادات اللي في الميدان، كانوا قلبا وقالبا مع الثوره
وانا ده شهاده لله وشهاده للتاريخ. وبرضه وبشكر برضه مستشار احمد ان هو كان صاحب الدعوه الاصليه وهو اللي فكر. احنا كنا مشغولين يعني بمشاكل المطالب ما اتحققتش، ما كانش عندنا وقت حتى بس نفكر كنتوا بتنسقوا معايا اثناء الثوره بدون النظام ما يعرف. وكان وبشكره على حاجه برضه يعني ان هو مستشار احمد هو اللي عمل نصب التذكار للشهداء. الناس كلها يعني راحت وشافته في ميدان التحرير، واحنا اليوم دوت يعني احنا دوبك ساعدناه بس في تركيبه، لان كان نصب كبير جدا وكان محتاج عدد كبير جدا من الناس يساعدوا في تركيبه، فاحنا انتوا الابطال. الناس تطوعت. وكان دوت يعني كان اول تخليد لصور الشهداء في ميدان التحرير، فانا بشكره عليها وبقول له ان هو يعني لو كان يعني عمل بس لمصر حل الحزب الوطني فكفايه عليه. كفايه عليه ان هو خلصنا من هذا في التاريخ من هذا يعني ده فضل ربنا ودعمهم ليا على فكره. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، من قبل الثوره يعني ما تبدا تجني ثمارها او يعلن التنحي، كان التنسيق مع الدكتور طارق ومع زملائه المحترمين المخلصين في الميدان، ودعمهم ليا سبب كبير في ان انا اعمل حاجه. لان من غيرهم بالتاكيد هيبقى دوري بسيط وقليل ومش هيبقى بقى فلول الحزب يا سياده المستشار. انا بقول يعني في رايي الشخصي احنا دلوقتي بقى خلاص مش عايزين بقى نقول بقى ده كان وطني وده مش عارف كان ايه وده صح ممتاز صح. شوف الروح دي الروح الجميله بتاعت الثوره. مفيش اقتصاص. مصر كلها تبقى ايد واحده. ان الماضي بقى نرميه ورا ظهرنا، كلنا نشبك ايدينا، كلنا ايد واحده، كلنا بقى ننسى اللي فات. وطالما واحد ما سرقش ما نهبش ما فسدش لم يدان جنائيا وقضائيا، فاحنا هنعتبره وطني شريف ومصري، ونتعاون كلنا مع بعض في بناء هذه البلد من جديد. ده شعور ايجابي جدا اللي انا بسمعه دلوقتي وشايفه، بس هل كل الناس بتفكر زيك كده دكتور طارق، ولا في بعض الناس مشغوله هنعمل بالظبط تصفيه الحسابات وتقسيم المغانم انجازة التعبير او انجاز التعبير، وانا هترأس حزب ايه بقى، وانا هعمل ايه، وانا هشارك في ايه، وانا ليه ما بطلعش في التلفزيون، لا ده انا كمان كنت موجود، ده هو ده ملوش دور وانا اللي ليا دور، والكلام اللي بنسمعه ده انتوا ازاي بتنظروا له؟ والله انا بعتقد يعني هو طبعا احنا ما نقدرش نبص لنيات الناس. يعني احنا لينا الظاهر يعني، فبالتالي برضه ما نقدرش نحكم على اي حد الا من مواقفه وارائه وتصرفاته يعني. تمام. ويعني وهو يعني ربنا يرزقنا كلنا الاخلاص يعني يا رب. بس انا بعتقد يعني ان اللي نزل الثوره ديت المفروض ان هو في فتره معينه احنا كنا ارواحنا كلها يعني معرضه للاعدام طبعا. والمفروض الناس اللي كان لها دور يعني معين في فتره معينه هي الناس اللي كانت لو لا قدر الله ما حصلش التنحي كانوا قدموا للمحاكمه بقلب نظام الحكم. المفروض ان الناس دي كلها كان هدفها الاساسي مصر. فالمفروض ان هم لغايه اخر لحظه يعملوا من اجل مصر، ويعملوا ويكون شغلهم الشاغل مصلحه البلد ديت، ويبصوا لمصلحتها بس، ما يبصوش لمصالح خاصه او مغانم او مكاسب. ولكن انا اعتقد ان المغانم الوحيده اللي ممكن نجنيها هي الحريه والعداله والمساواه، المغانم العامه. واعتقد ان الشعب المصري ده شعب واعي جدا 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 يعني، ويقدر يحكم على الاشخاص بشكل جيد جدا، ويقدر يحكم على الاشخاص اللي هو له يعني مطمع او له يعني ايه، او هو مثلا له اجنده معينه، او اللي هو يعني بيعمل لصالح البلد، ومحدش ابدا هيقدر يخدع الشعب ده تاني. متفائل سياده المستشار؟ متفائل لان طبيعه الشعب المصري ما هياش القله الموجوده اللي بتدور على مناصب وبتدور على الترشيحات رئاسه الجمهوريه وبتدور على يعني انا كرئيس حزب سياسي هو المفترض فيا كنت من المؤهلين تنطبق عليها شروط في النظام القديم والنظام الجديد، ومع ذلك لم افكر في الترشيح لرئاسه الجمهوريه. بفكر زي الناس دي ما بتفكر، وبكون معاهم في الميدان وفي الشارع ان احنا نعمل حاجه لبلدنا، لان مصر محتاجه، ودي الطبيعه، دي طبيعه المصريين، دي الغالبيه مش القله. دي مش اللي هتتخانق على مناصب وده عايز يمسك نائب كذا وده عايز يمسك، لا احنا بنحافظ على ازاي الثوره تنجح. مش نجاح الثوره ان النظام تلاشى واختفى، نجاح الثوره ان مصر تتقدم. لان نجاح الثوره ان المصريين يفكروا بثقافه جديده. الثقافه الجديده ان انا بعد ما كنت برمي اسف المنديل الكلينكسي من الشباك وبرمي مخلفاتي وانا ماشي افكر ده دي بلدي. ده احساس انا شفته في الشباب. انا وانا بشتري حاجه امبارح للموبايل لقيت الناس اللي ما كانوش لهم علاقه قالوا لي احنا مالناش علاقه ولا بنحب السياسه، بس احنا مش عارف فرحانين ليه النهارده ان الحزب الوطني اتحل. انا مش عارف لان ليه فرحان. ده واحد بيبيع لي حاجه قلت له عشان انت بدات تحس بدورك بعد الثوره. قال لي انا بقيت مهتم
ما انتش مهتم ببيع بكام واشتري بكام بس، لا انت مهتم مين اللي هيحكم بعد كده واشارك برايي ازاي. على فكره دي في منتهى الاهميه ومنتهى الخطوره، ان المواطن يشعر ان هيبقى له دور. احساسك انك لك قيمه، ده احساس موجود عند المواطن المصري وبالذات الشباب يا استاذ شريف. احنا كان عندنا مشكله، انا بعتبرها مشكله خطيره جدا، وكانوا بيعايرونا بره يقول لك شباب مصر ده شباب ايدك منه الارض، ده شباب سلبي. ايوه كنا بنقعد نناقش الكلام ده. لما كان حواري سؤالي الدائم لاي ضيف، لماذا تعتقد ان الشباب المصري سلبي؟ انا عايز اقول لك الشباب بقى هيقول لك اكيد الدكتور طارق حاجه يعني جميله جدا ملاحظه قالها لي يعني احد القيادات يعني في القوات المسلحه. قال لي احنا في يوم مقاطعه الجمل يعني جالنا اعجاب شديد جدا بان شويه الشباب دول من غير سلاح بيدافعوا عن قطعه صغيره من الارض ببساله وباستماته، فاطمنا على الشعب ده، لا قدر الله دخلنا في اي حرب هننتصر. صح في المعنى ده كلام رائع جدا وحماس رائع جدا اللي انا شفته. والحكم مش محتاج تعبير او محتاج دلالات، هي دلالات واضحه جدا فيما تم وفيما قيل. أنا خلوني أشكر ضيوفي المستشار أحمد فضالي، أول من رفع دعوة تطالب بحل الحزب الوطني، وانضم له آخرون، ورئيس حزب السلام الديمقراطي. شكرا على وجودك في صباحك عندنا. أنا بس عايز أضيف حاجة صغيرة قوي. اتفضل. بالنسبة لموضوع حل الحزب الوطني الديمقراطي، ليس معناه اعتداء على أحد، ليس معناه إهانة لكل الناس، لان احنا عندنا اعداد كبيره في مصر في كل القواعد وفي كل محافظات مصر منتمين للحزب الوطني. انا عايز اقول لهم انتم النهارده هتقدروا تعبروا عن شخصياتكم الجميله، عن سواء من خلال الانضمام لاشخاص لاحزاب احزاب اخرى، او من خلال حزب وطني جديد يطلع بشخوص محترمه كانت موجوده في الحزب ده تحظى بمصداقيه الاعضاء، فيبداوا يعيدوا الثقه وان الاخ طلعت سادات ايضا، الاخ طلعت سادات اللي انتسب الى هذا الحزب كده بشكل مفاجئ، عايز اقول له لا ضرر عليك اطلاقا، وتستطيع ان تنشئ حزبا جديدا، ونحن نؤيد اي توجه وليه تاريخه في المعارضه ولا نغفله على الاطلاق. وبالتالي من الظلم ان احنا نغفل حق اللي كانوا موجودين في الحزب قبل كده ولهم طريق بعيد عن الفساد، او الاستاذ طلعت سادات ورفاقه اللي دخلوا قريب. صحيح. شكرا لحضرتك سياده المستشار، الف مبروك. وشكرا ليك دكتور طارق زيدان، مؤسس ائتلاف مصر الحر واحد قاده ثوره مصر المجيده. شكرا على وجودك في صباحك عندنا، تشرفنا. الحقيقه انا عايز اختم بالكلام التالي. اكدت المحكمه في حيثيات حكمها ان ثوره الشعب المجيده في 25 يناير 2011 ازاحت النظام السياسي القائم واسقطته، واجبرت رئيس الجمهوريه السابق الذي هو نفسه رئيس الحزب الوطني الديمقراطي على التنحي في 11 فبراير 2011، وذلك يلزم قانونا وواقعا ان يتم ازاله الحزب من الواقع السياسي المصري رضوخا لاراده الشعب. بعد الفاصل هنتكلم مع حضراتكم في محررو القضاء، ازاي بيقدروا يستقوا معلوماتهم، كل الكلام اللي بنسمعه في الجرايد ما مدى صحته ما مدى مصداقيته، وايه سبب التباين والاختلاف بين جريدة واخرى فيما يتعلق بالحوادث. بعد الفاصل خليكم معايا.